السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. هذا ويستغل بعض الشباب الجزائري الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال اليوتيوب والمعروفين بالبودكاستر الوضع السياسي في البلاد لتحقيق نسب عالية من المشاهدة. المزيد من التفاصيل مع نادية زعيد. السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم بودكاست على بوليتيك في الجزائر. ما كاينش هضره على بوليتيك في الجزائر. علاش؟ ما نصوتيش، راني بردان وما غطيتينيش. نحن لن نحلبكم في الانتخابات. مع اقتراب كل موعد انتخابي تظهر على اليوتيوب وجوه شبانية تستثمر في الوضع السياسي بطريقة ساخرة بحثا عن تحقيق نسب أعلى من المشاهدة التي لا تتمكن من تحقيقها في باقي الأيام وفي المواضيع الاجتماعية المختلفة التي تتطرق إليها. من فيديوهات عن أغاني الراي، البكالوريا والإشهارات في الجزائر، يغير هؤلاء الشبان بوصلتهم نحو المواضيع السياسية باستغلال زلات وهفوات البرلمانيين والمسؤولين، وأحيانا باستعطاف الجزائريين في المشاكل التي يعايشونها يوميا وتحويلها إلى مادة دسمة لاستقطاب عدد كبير من المتابعين. التطرق إلى الانتخابات ليس بالجديد، حيث استغل هؤلاء البودكاستر الانتخابات السابقة في فيديوهات قصيرة ساهمت بشكل كبير في شهرتهم، خصوصا وأن ظاهرة البودكاستر في الجزائر لم تكن معروفة. الهدف تاعهم هو يديروا لو ماكسيموم دو فيو اي دابونمون في لاشين يوتيوب تاعهم، خاطرش هادوك لي فيو ولي زابونمون يجيبوا لهم اموال عبر جوجل ادسنس. الهم الوحيد يعني باش يجلبوا الانظار عليهم هو يديروا شويه سياسه باش يقولوا لهم فوالا vous faites un peu de bruit on vous calme avec un programme يعني كوميك ولا باش هكذايا، باسكو الهدف تاعهم هما يكونوا سيلابر. جام كومنتير. اللعب على وتر الكلمات لإثارة الرأي العام واستعطاف المتابعين أكبر ما يركز عليه هؤلاء الشباب في فيديوهات يجسدونها في دقائق معدودة وبإمكانيات تكون في الغالب غير مكلفة، مما يجعل انخراطهم للمناسبات في السياسة مرتبطا بالعائدات المالية التي يجنونها من ورائها، عكس المواضيع التي يتناولونها في باقي شهور السنة. الله يحفظ حقوقنا.